اتضح إن الإسلاميين اتضايقوا شوية من إعلان ديلي واير الجديد. أيوة، الفيلم ده اسمه Run Hide Infidels، اللي فعلا بيوري إيه اللي بيحصل في أمريكا. خلى بعض الناس اللي كانوا بيكذبوا عليكم عن قد إيه الإسلام عظيمة وسلمية يتضايقوا شوية. ولما أقول اتضايقوا شوية أقصد اتضايقوا جامد جدا جدا جدا. هوليوود لسه عملت اكتر فيلم ضد الاسلام في التاريخ. هما فعلا خايفين للدرجه دي ان الاسلام هيسيطر؟ فبن شابيرو من الديلي واير لسه عمل فيلم اسمه ران هايد فايت. الفيلم عن المسلمين بيسيطروا على جامعه وبيفرضوا الشريعه على امريكا وبيهجموا الكفار. انا اسفه. لو في حد منكم مش عارف الست الجميلة ليلي جي دي مين، روحوا شوفوا أحدث سلسلة عملناها عنها، اللي فيها كانت بتستخدم الذكاء الاصطناعي علشان تلفق كل التبرعات اللي بتقول إنها بتديها للأطفال الفقراء الجعانين. هي واحدة كذابة ومحتالة بتستغل الإسلام علشان تكسب جمهور كبير وتجمع تبرعات من الناس. وهي قدامكم، بدل ما تدافع عن سمعتها وتحاول ترفع قضايا على كل الناس اللي بتقول إنها هتقضيهم، عملت فيديو عن إزاي الأمريكان فعلا خايفين من الإسلام. ايه، حتى الناس اللي بتتظاهر في مسيره لغزه بيخلوهم اشرار؟ المتظاهرين دول اللي عقولهم نايمة. مين اللي بيكتب الكلام ده؟ يعني انا قصدي وبعدين الموضوع بيبقى مضحك أكتر لما تعرف إنها كانت بتستغل غزة عشان تجمع تبرعات وما بتبعتش حاجة فعلا للأطفال الغلابة في غزة. وده طبعا اللي بتتكلم عنه هنا. طبعا 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 حاجات زي كده. احنا اللي بنحب ونخدم الله ردينا على الامريكان والصهاينه. وحتى دي الشيطان الأكبر، أمريكا هتسقط. وكمان فوق كده استخدموا الأذان كموسيقى تصويرية لفيلم رعب. الأذان عن السلام وعبادة ربنا. مين أصلاً وافق على الفيلم ده؟ وكمان بن شابيرو روج للفيلم ده على تويتر وقال إن تهديد الإسلام حقيقي. هوليوود رفضت تحكي القصة دي، فده فيلمي أنا. في حد لسه مصدق حكاية إن المسلمين إرهابيين؟ ده كلام من أيام 2001. في أكتر من 2 مليار مسلم في العالم. لو المسلمين فعلا كانوا وحوش عنيفة بالشكل ده كان العالم هيبقى مختلف تماما. الحقيقة ان السوشيال ميديا ما كانتش نافعة معاهم، رجعوا تاني لأساليب هوليوود القديمة. بس المضحك ان الإسلام لسه بينتشر. مهما حاولوا ينشروا دعاية، الإسلام هو أسرع دين بينتشر في الغرب، ويمكن ده اللي فعلا مخوفهم. الحمد لله الحقيقة دايما بتنتصر. انتوا رأيكم ايه؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ليلي جي بتثبت نفسها تاني إنها مجرد مروجة دعاية الإسلاميين. بص، هم فعلا خايفين مننا. لازم يستخدموا رواية الموسيقى السلمية بتاعتنا. ما فيش حاجة اسمها رواية موسيقى سلمية، لأنه ولا حاجة من ده سلمية. وانت مجرد شخص كذاب بيحب يجمع فلوس من ناس أغبياء بيصدقوكي وبيصدقوا إنك بتحاربي عشان القضية. وبصراحة الموضوع مرهق جدا جدا. وأيوة، كتير مننا لاحظوا إنه 9/11 صح. موضوع سنة 2000 اللي انت جبتي سيرته، إزاي؟ يا نهار أبيض، ده كان من زمان قوي. وده فعلا كان من عمل الإسلاميين. وكمان الهجمات الإرهابية في معظم أنحاء العالم بيعملها إرهابيين، ومعظم الإرهابيين دول بيكونوا برضو إسلاميين. ودي صدفة غريبة جدا. أيوة، في بعضنا بدأ يصحى للموضوع ده. ليلي جي يا ساتر. عندي إعلان رسمي جديد بالكامل، شفت ده؟ بص على مخ الراجل اللي على الأرض، شوف ده. أول حاجة حاولوا يخلوا الدون صوته يطلع وحش، وبرضه صوته مش وحش. حتى مش عارفين يصلوا صح، حتى ما عرفوش يخلوا الرجالة يصلوا صح يا أغبياء. بص بيعملوا ايه. اول حاجه المفروض تصلوا مع بعض. اظن ده ممكن يكون ذكاء اصطناعي، غالبا مفلسين لدرجه انهم مش قادرين يعملوا فيديو حقيقي تاني. شايف؟ دايما بتعرف لو هم بيحاولوا يهاجموا بن شابرة ويقولوا عليه مفلس، يبقى هم خايفين ومش عاجبهم الفيلم ده. وده كويس، مش المفروض يعجبهم لأنه هيعمل ضرر كبير. التريلر الرسمي الجديد لديلي واير، شفت ده؟ يعني الموضوع غبي بشكل لا يصدق. إن الناس دي فاكرة إنها تقدر تتظاهر إن مفيش حد فعلا خايف من الإسلام، كأنها بس مشكلة اليمين. أنا شايفة إن ناس كتير واخدة بالها. المسلمين على تويتر زعلانين جدا من فيلم جديد هيطلع، وأنا مستمتع بكل ثانية في الموضوع ده. وأنا كمان أنا مستمتع بكل ثانية من الانهيار ده. ممكن توصف معركة واحد يستخبى ويحارب الكفار إنها زي فيلم داي هارد بس مكتوب بواسطة تومي روبنسون؟ مهدي حسن عيط وقال إن ده إسلاموفوبي وعنصري، بس عارف إيه اللي مش هيقولك عليه؟ إنه كذب. لأن بالنسبة لهم الإسلاموفوبيا مش بس كراهية حد عشان دينه، هي إنك تعترف بتعاليم الإسلام وتأثيرها على العالم. تعالوا نشوف جزء صغير من الإعلان ونشوف إذا كان فيه كذب. في 3 طرق الإسلام هيغزو بيهم الغرب: عن طريق الهجرة، وعن طريق أرحام نسائنا، وكمان
عن طريق استخدام حريات بلدنا ضدنا. ده دقيق جدا. يعني بص على أوروبا، في مدن كاملة سيطر عليها المسلمين. في المملكة المتحدة اغتصبوا ستات أكتر من 250 ألف واحدة. ده كله دقيق جدا. انتوا كفار. أجساد الستات مش طاهرة وأرواح الرجالة مش نقية. ايه اللي بيخليهم خطرين كده؟ أهدافهم مش في الدنيا دي، لكن في اللي ده. مسلمين بيهاجموا حدث عام في مدنيين. ده مش دقيق خالص. ده عمره ما حصل قبل كده. أنا مش قادر استنى الفيلم ده ينزل. ولا أنا كمان. عشان كده يا جماعة لو هما هيقولوا إنه كل ده كذب وإنه عملية تضليل يعني، وده بالضبط بالمعنى الحرفي اللي مهدي حسن بيعمله، خلوني أشوف ده. اتصل بي بعد أكثر من 10 سنين من تجاهله ليا. بن شابيرو أخيراً خصص فيديو كامل مدته 13 دقيقة عشان يرد على تويتة أنا كتبتها. شوف، الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لموقع ديلي واير اللي دلوقتي بيعاني اتعصب بسبب تويتة مني وصفت فيها فيلم الأكشن الجديد بتاع ديلي واير رن هايد فايت انفيدلز عنصري ومعادي للإسلام وكليشيه. يعني شوف بس الإعلان اللي بيتكلم عن هجوم لداعش على حرم جامعة أمريكية، اللي بيبدأ بإشارات لله وبعدها صور لمسلمين وهم بيصلوا على سجاجيد الصلاة وبينتهي بالأذان الإسلامي الحقيقي. وده فعليا عمره ما حصل قبل كده. يعني عمرنا ما شفنا هجمات إرهابية إسلامية ليها علاقة بأي دين، صح؟ أبدا، يعني أبدا أبدا أبدا. عمرك سمعتي عنه؟ مش فاكرة إني سمعت. واضح إن بمبي ألف تاني. كم كليشيهات مكررة وتعميمية ومعادية للإسلام ممكن تحشرهم في إعلان مدته دقيقتين. بس شابيرو دافع عن نفسه بشدة في فيديو نزله على يوتيوب يوم الجمعة عني وعن فيلمه. مهدي حسن عمل اللي كنت متوقعه. مهدي حسن اللي جاي من الجزيرة وممثل لقطر. صعب جدا تلاقي إعلان أكتر عنصرية وعداء للإسلام وكليشيه من الإعلان ده. طيب عندي سؤال، ليه يعتبر عداء للإسلام لما نوضح اللي داعش فعلا بتعمله وبتقوله؟ طلع إن هو هيضطر يشرح لي إزاي جماعة إرهابية إسلامية اللي فعلا بتعمل كل حاجة اتعملت في الفيلم الجماعات الإرهابية الإسلامية حوالين العالم كله بتعملها. ليه تصوير الناس دول على الشاشة يعتبر إسلاموفوبيا؟ هو هيشرح ازاي ده فعلا بيورط كل الاسلام. هو فعلا كده؟ يعني لو فعلا كده يمكن مهدي يشرح ليه يعتبر اسلاموفوبيا انك حرفيا تنقل كلام داعش وافعالها زي ما هي. مبسوط اني اشرح يا بن لانك بتضلل الناس. التريلر اللي لسه عرضته للمشاهدين من شوية مش بس بينقل كلام داعش وافعالها، هو بيعرض الشخصية الرئيسية، البطل، الجندي الامريكي السابق في القوات الخاصة اللي بيلعب دوره جوناثان ميجرز، الممثل اللي بالمناسبة ادان في قضية اعتداء ومضايقة حبيبته السابقة، وبيظهره وهو بيقول الموضوع هنا عن الاسلام مش عن داعش، الاسلام. لأن فعلا كده، وكلنا عارفين إنه فعلا كده. ماتي أسفة لو الكلام ده ضايقك أو زعلك شوية، بس مرة تانية هما مش بيحبوا الحقيقة لما تظهر، والحقيقة بتظهر أسرع وأقوى كل يوم، ومفيش حاجة يقدروا يعملوها عشان يوقفوها. طيب، شكرا لاهتمامك بالموضوع ده.